أثبتت دراسات صادرة عن وزارة العدل وجود نسبة من الرجال الكويتيين الذين يتعرضون للضرب في منازلهم من قبل زوجاتهم ويتجرعون مرارة الصمت خشية الفضيحة والنظرة الدونية لهم من المجتمع. خالد الفارس يطلعنا على التفاصيل في التقرير التالي. 20% من الأزواج الكويتيين يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم. ليس هذا كلاما من وحي الخيال، ولكن بحسب إحصائيات رسمية. هي بالفعل قضية شهدت عليها قاعات المحاكم التي حكمت لهؤلاء الرجال بالطلاق من زوجاتهم. قد تكون إحصائية أكثر بكثير. أنا حدثت عندي طبعا حوادث كثيرة من ذلك النوع، ولكن عندي حادثة يعني غريبة، يعني صار لها 3 أسابيع أكثر أقل تقريبا. زوج يتعرض دائما للضرب من زوجته، وحتى يعني لجأ لي يقول أنا أخاف أني أصارح أني بطلقها، أنا بتخلص منها، لازم استاذن وما تشوف لي حل أني أتخلص أنا من ليت انطق كل يوم. حاولنا الاتصال في أحد الإخوان إخوان الزوجة، وتوعدنا وياه في إدارة التوثيقات وقمنا في إجراءات الطلاق. حتى يعني قال يعني أستاذ لما أروح البيت يعني أخوها ياخذها ما تكون موجودة، لدرجة أنه مسويت له رعب ويخاف منها ويخاف من أن تقوم بالاعتداء عليه. يعني لدرجة قال أنا بروح البيت أهلي يومين لما تروح تشيل أغراض، أنا ما أقدر أشوفها ما أقدر أتحمل، أخاف أني أنطق. المواطن الكويتي أكد وجود تلك الحالات خلف جدران المنازل